قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد الأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أفادت مصادر إخبارية أن مصالح الأمن التابعة لمدينة خنيفرة تمكنت من حجز 4 أطنان من براز الدجاج الذي بدأ يستعمل في السنوات الأخيرة من طرف بعض الكسابة في تسمين أضاحي العيد. وأضافت المصادر أن سائق الشاحنة التي كانت تحمل هذه الشحنة الكبيرة وضع رهن الحراسة النظرية قصد إجراء بحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل والملابسات المرتبطة بهذه القضية، حيث تبين من خلال البحث الأول الذي أجري مع السائق أن هذه الكمية من فضلات الدجاج كانت قادمة من منطقة سيدي عمرو ومتجهة إلى أحد الكسابة الكبار بإقليم ميدلت. ويذكر أن مئات الأطنان من فضلات الدجاج بدأت تستعمل في تعليف المواشي سنويا، وهي السبب الرئيسي في تعفن الأضاحي بعد الذبح، وهذا ما خلق جدلا كبيرا في السنين الأخيرة. ولهذا وجب أخذ كامل الحيطة والحذر، والمواطن يعرف من عند من يتقدى الأضحية. ونسأل الله السلامة وأن نبلغ العيد الأضحى بصحة جيدة، وإلى جديد آخر أستودعكم الله.